وزي ما انتم شايفين الريد كاربت بتجهز عشان تستقبل كل النجوم من جميع أنحاء الوطن العربي، من الإمارات، من تونس، من مصر، من سوريا، من الكويت. كل النجوم بتجتمع هنا في أرض الكويت اللي بتحتضن كل الشعوب العربية وتحتفل ب41 عام من المهنية والتميز للأنباء الكويتية. السنة اللي فاتت كنا مع أحلى النجوم اللي انتم شايفينهم، كنا مع كل النجوم العربية اللي موجودة اللي حضرت عشان تقول مبروك للأنباء الكويتية. والسنة اللي فاتت كالعيد ال40. السنة دي نجوم جداد وحب جديد ولقاء جديد على أرض الكويت. هنكون معاكم حصريا على المحور وحفل الأنباء الكويتية ال41. ودلوقتي هندخل مع بعض نشوف تجهيزات الحفل قبل ما نلبس وننزل ونشوف النجوم هيكون شكلهم ايه على الريد كاربت. وجهز الريد كاربت، ودلوقتي هنشوف كل النجوم بتجتمع على أرض الكويت حبا في جريدة الأنباء الكويتية اللي بتجمعنا كلنا من الإمارات ومصر وتونس والمغرب وسوريا والكويت. الكل بيجتمع في حب لجريدة مهنية متميزة، جريدة الأنباء الكويتية في عيدها ال41 حصري على المحور. تحية من نيل مصر لشعب الكويت. شعب الكويت اللي دايما بيقف مع مصر في كل المواقف. شكرا للكويت، شكرا حبكم لمصر، وشكرا ان دايما مصر في قلبكم. الخضراء ومصر قلب واحد، شعب واحد، وانا بعتبرها مصر وتونس. مش هقدر انسبها لتونس بس، لانها اجمل رسالة جاءت للفن المصري والعربي من تونس. هي هدية الملامح، نون نادرة في فنها، دال دؤوبة في خطواتها، صاحبة التمثيل الراقي، نون دال هند صبري. تحية للنجمة المصرية التونسية العربية هند صبري. ألف مبروك النهاردة، تكريمك وإبداع جديد على أرض الكويت. وانا بقول لك يا بوسي انت برضو غاليه 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 قوي، وانا لما بشوفك في كل مكان بحس بامان وبطمانينه، هو ده الانتماء، هو ده انا بحس ان انت مني وان انا منك، وتونس من مصر ومصر من تونس، ودي اهم حاجه. وانا بشوفك ببقى سعيده ان بشوف نجاحاتك اللي بدات معاكي من اول ما جيتي مصر، بشوف احترامك لفنك، بشوف رسالتك الجميله اللي بتحاولي تقدميها من خلال البنت التونسيه الجميله اللي خرجت عشان تعبر عن الفن التونسي
وأصبح ليها رسالة عربية مش بس تونسية، نجاح ورا نجاح. النهاردة حب كبير من شعب الكويت، شفتيه ازاي على الحمد لله. انا دي تاني مره ازور الكويت، والصراحه انا لما عرفت بالتكريم صممت ان انا اكون موجوده، حتى قطعت التصوير المسلسل ورغم التعب والانشغال، لانه فعلا جمهور الكويت جمهور مختلف، جمهور ذواق، متابعين جيدين جدا لكل حاجه، بيحبونا، بيحبوا الفن، بيحبوا الثقافة، بيحبوا المتفتحين. أنا بحبهم وببادلهم هذا الحب اللي حسيت بيه من أول ما نزلت من المطار. بقول لهم شكرا، وبقول لجريدة الأنباء الكويتية اللي كرمتنا النهاردة شكرا إن أنتوا بتقدروا الفن في أوقات ظالمة ومحلكة ساعات في العالم العربي، لكن لما تقدروا الفن ده معناه إن احنا متقدرين، فبنعرف نكمل رسالتنا دي. يعني طبعا عايزة أعرف الأزياء الجميلة ديت، اللون الأبيض وصاحبة القلب الأبيض هند صبري، وهل ده من تصميم من أهل ده تصميم ديزاينر كويتي مشهور، مش أول مرة ألبس منه، يوسف الجسمي، جاسميكو، وهو دلوقتي ما شاء الله عليه بيلبس بيونسي وبيلبس كيم كارداشيان، ويعني ما شاء الله بعد شوية مش هنلاحق عليه. يوسف الجسمي مبدع الصراحة، وأنا دايما بحب ألبس من الديزاينرز العرب، لأن احنا عندنا تالنتس وعندنا مواهب كبيرة لازم نؤمن بيها قبل ما الغرب ياخدها مننا ويؤمنوا بيها هم. فبس النهاردة يوسف الجسمي والميك اب وشعر كمان من اهل الكويت، فبقول لهم شكرا. وطبعا الستايلست بتاعتي ايمان الخميسي اللي بتعاون معاها دلوقتي بقى لنا سنتين معاها. يعني كل حاجه صنع في الكويت النهارده. ايمان تونسيه، ايمان الستايلست بتاعتي تونسيه، لكن الميك اب والشعر ولا صنع في الكويت. برضو هند، انت وقفتي تصويرك وجيتي النهارده الصبح، ما لحقتيش طبعا تعملي جوله في شوارع الكويت، وراجعه بكره الصبح عشان راجع بكره الصبح عشان بصور بكره بالليل. يعني الناس بجد يعني بتتخيل ان احنا بنتعب والله، خاصه علشان موسم رمضان الناس بتتعب قوي، وانت عارفه يا بوسي. فادعوا لنا ان احنا نقدم لكم مسلسل في رمضان يكون يليق بيكم ويليق بالجمهور العربي كله، وان شاء الله يعجبكم ان شاء الله. عايزين نعرف بقى المسلسل الجديد، واحنا بنشتاق لك في رمضان، وانت طبعا بقيتي من اهم المسلسلات ونجوم رمضان اللي بننتظره. مسلسل اسمه حلاوة الدنيا، وهو زي ما اسمه بيقول كده مسلسل متفائل، لانه طلع اشاعات انه نكد. لا، هو مش نكد خالص، مش كوميدي، برضو مسلسل اجتماعي. في صراحه كاست انا سعيده جدا ان انا وسطهم، من انوشكا لمدام رجاء الجداوي حبيبه قلبي، للاستاذ الكبير مصطفى فهمي، لحنان مطاوع حبيبتي الممثله الجميله القويه، لاحمد حاتم، لظافر العابدين طبعا اللي معانا، هاني عادل. فكاست ما شاء الله الحمد لله. انا حاسه ان انا مع كاست قوي، هنقدم حاجه اجتماعيه سلسه شبه كل الناس، فيها حاجات حزينه وفيها حاجات مش حزينه، وعشان كده سمينا المسلسل حلاوه الدنيا. هو تاليف سما احمد وانجي القاسم اللي هم ورشه تامر حبيب، واشراف تامر حبيب، واخراج حسين المنباوي، وانتاج بيلينك للانتاج اللي عملوا السنه اللي فاتت جراند اوتيل، مشيش ومحمد مشيش وجمال سنان. يعني أنا عارفة أيضا أن في عمل مهم جدا في السينما مع شريف عرفة، وأنتي وشريف عرفة بتبدعوا مع بعض، يعني فعايزة أعرف نوعية الشخصية، إمتى هينزل العمل، خلص ولا لسه بتصور؟ عايزه اقول لك بقى مش مرعوبه عادي من الفيلم ده. الفيلم اسمه الكنز، وهو فيلم الناس سمعت عنه كتير، يمكن علشان تواجد نجوم كتير، محمد رمضان ومحمد سعد وهيثم احمد زكي وروبي وسوسن بدر وامينه خليل، يعني ما شاء الله، وهاني عادل برضو والاستاذ عبد العزيز مخيون، ناس كتير. فيلم صعب لانه ما اقدرش طبعا اتكلم عنه، لان الاستاذ شريف عرفة انت عارفه ممكن يموتنا. هو طبعا مانع دائما دايما دايما ان الاعلام يعرف حاجه عن افلامه، فللاسف كان نفسي اقول لك اكتر من كده، لكن اللي اقدر اقوله ان هو فيلم تاريخي، يعني في تاريخ، في زمن تاني، في ملحمه كبيره. الفيلم ان شاء الله ان شاء الله هينزل على، مش هيلحق عيد صغير، يمكن ان شاء الله نلحق العيد الكبير ان شاء الله باذن الله. شايفه هند يعني في رونقها، وشايفه السنه دي سنه السينما والتلفزيون، سنه التكريمات والجوائز، بتتمني ايه تاني من السنه دي؟ ايه اللي نفسك تقدميه في السنه؟ تصدقي سؤال مهم. اتمنى اعمل مسرح. تصدقي بقى ان انا نفسي اجرب المسرح،
اتمنى اعمل مسرح. ما عملتيش مسرح؟ لا ما عملتش مسرح قبل كده، وحاسه ان انا ابتديت ابقى اشتاق ليه، يعني دي الحاجه اللي فاضله لما عملتيها. بالظبط. يعني عملتي سينما وتلفزيون وعملتي اذاعه وعملت اذاعه، فاضل لي المسرح، فيا رب يمكن 2017. ما عملتيش اي مسرح حتى في تونس؟ ما عملتي؟ لا عملت مسرحيه واحده هنا في مصر، لكن ما اتصورتش للاسف، كان مع الاستاذ صلاح عبد الله ومع احمد رزق، وكان اخراج الاستاذ الكبير جلال الشرقاوي، لكن للاسف ما اتصورتش، فيمكن ناس كتير ما تعرفش عنها، لكن نفسي اشتغل تاني مسرح ان شاء الله. الكتاب ومنتجين المسرح عايزين نكسب هند صبري على خشبة المسرح، لانها ممثلة قوية، واعتقد هتضيف، والمسرح هيضيف ليها كمان كتير. هند كل الحب، كل التقدير، كل النجاح، وهكون معاكي ان شاء الله بعد المسلسل بجائزة احسن ممثلة هتاخديها السنة دي تلفزيونيا وسينمائيا على مدار السنة بعد عرض الفيلم والمسلسل. طول ما انت معايا، انت عارفه انا دايما بقول لك انت وش السعد، فطول ما انت معايا الحمد لله، ربنا يا رب يكرمنا ويدينا على قد تعبنا، هو ده اللي انا طالباه من ربنا. فارس من فرسان السينما المصريه، هو كتيبه فنيه، ابداع في التمثيل وخفه دم في الكوميديا، هو من اهم النجوم الشباب حسن الرداد. تحية للجماعة والدالي والأعمال الجميلة اللي وصل بيها من مصر لجميع الوطن العربي. النجم حسن الرداد، بقولك منور الكويت، وألف مبروك التكريم، وحب كبير من الشعب الكويتي لحسن الرداد. الله يبارك فيك يا بوسي، ودايما بقول لك نفس الكلمه، ان انت دايما موجوده، بترتبطي بكل المناسبات الكويسه او الاحداث السعيده اللي بتحصل للواحد. انا مبسوط جدا ان انا موجود النهارده، وشعب الكويت من الشعوب الحمد لله ليها فيها جمهور كبير، ودايما ببقى التواصل معاهم على طول، وافلام اللي بعملها دايما بتتعرض في الكويت، يعني بيحصل لها نجاح، وبتقعد كتير في السينما عندهم الحمد لله. فانا بتفائل بيهم جدا من اول ما عرضت فيلم زانستات هنا. يعني حاسس ان بدايه العلاقه والحب بدات من الدالي ولا بدات من السينما مع اهل الكويت؟ اللي مأثر هنا اكتر الدراما ولا السينما؟ طبعا هو الدالي كان بدايه ان الناس بتتعرف بيا في الجمهور العربي عموما، لكن لما بتبداي بقى تعملي اعمال بتبدا ان انت ناس تركز معاكي. فانا كنت جيت هنا قبل كده بفيلم انسه مامي، كانت اول زياره ليا في الكويت، كنت مبسوط، وكان رد فعل الناس جميل جدا. لا عامله لك مفاجاه. وانا كمان. غمض عينك. لقيت شغل. مراتك هتشتغل في اكبر شركه اعلانات في مصر، مش هتصدق المرتب كام، ده غير العمولات. انا هتجنن، انا خلاص حاسه ان انا لقيت نفسي. ومدارس ولادنا ومذاكرتهم وتدريب عمر، وانا واسر وملك. ما سمعتكش يعني بتجيب سيرتي في كل دول. خالد انا خلاص مضيت معاهم. مضيتي؟ طب اساليني ليه بقى؟ عشان نفكر مع بعض. لو مع بعض ليه؟ انا تمام هسيب الشغل واقعد في البيت بالعيال. لما عملت بقى فيلم زانستات دي كانت بداية تواصل قوي وحقيقي مع جمهور الكويت وشعب الكويت بالتحديد، لأن السنة دي كنت أنا عامل زانستات ومسلسل حق ميت، والحمد لله الاثنين نجحوا وعجبوهم جدا يعني. هناك بعض الآراء في الدول العربية أن أصبحت السينما المصرية بتعمل المشاكل الخصوصية بالمصرية مش بالعربية، مش زي زمان بقى فيلم العربي بقى فيلم مصري. يعني حتة الشعبيات والبلطجة والحاجات دي بيشوفوها أنها مقتصرة علينا، ولكن هي مش موجودة في الشوارع العربية، مش موجودة في الكويت، مش موجودة ده. فده بيخلي في بعد ما بين الجمهور العربي والسينما المصرية. أنت شايف ده؟ أنا شايف إن الكلام اللي أنت بتقوليه إن في مواضيع معينة ممكن بتتعمل فبتلاقيها مصرية قوي أو تبع البلد اللي هي بتعملها، فلازم يبقى الموضوع يهم المجتمع العربي كله.
وده ما يمنعش برضو ان انا ممكن اناقش حاجه عندي في بلد، بس يبقى في تنوع، ما يبقاش كل السينما ماشيه في اطار واحد، يبقى في انواع مختلفه من الدراما بحيث المشاهد اللي بيتفرج عليكي يلاقي نفسه يمسه الموضوع اللي موجود اللي انت بتناقشيه، فيتفاعل يعني مع الفيلم، ما يبقاش بيتفرج على حاجه بعيده عنه يعني. دي بتخلق شويه حاله من حالات متابعه كعمل فني، بس ممكن هو ما بينفعلش معاها ان ايه القضيه دي لمساها هو. في الفترة الأخيرة اهتمامك راح للسينما الكوميدية، هل ده عشان تخرج من حتة كسر الحاجز الشكل النمطي اللي بقى موجود في الأفلام، والكوميديا هي اللي بتوصل لكل البلاد العربية أصلا؟ حاجات كتير. أول حاجة هو الكوميديا صعبة ومش كل الناس تعرف تعمل حاجات كوميدية، فكان بالنسبة لي لو أنا بعرف أعمل حاجة كوميدي فهحاول أتميز في حاجة مش ناس كتير بتعملها. ثانيا الكوميديا بتوصل جدا للناس لو قادره تعمليها كويس، بتعمل لك نجاح حلو. ثالث حاجه برضو ان احنا مخنوقين جدا في المجتمعات بتاعتنا، وفي مشاكل وفي ضغوط كتير، وبقت برامج التوك شو دلوقتي مسلسلات وافلام بتحصل طول الوقت، فالناس محتاجه ان تضحك. فده اللي وانا بحب الضحك عموما، فده اللي خلاني اتجه شويه في الفتره الاخيره لافلام كوميديه، بس بعمل موازنه ان تلاقي مسلسلات دايما انا بعملها مسلسلات جد، هنا تمثيل وهنا فبتلاقيني دايما في نفس السنه بعمل النوعين من الدراما الكوميديه والدراما التراجيديا، لكن في الفتره الجايه ان شاء الله يبقى عندي افلام مختلفه مش كوميدي يعني. الدراما بقى اللي انت وقفت المسلسل النهارده وراجع بكره على طول جاي، علشان يعني انت وهند جيتوا الصبح وراجعين تاني يوم الصبح بس للحفل. دي حقيقه. طبعا انت عارفه الفتره دي فتره مضغوطه جدا عشان رمضان، وبيبقى التصوير فيها كل يوم ومفيش وقفات خالص، فبعمل مسلسل اسمه نوح، وتأليف الأستاذ أيمن سلامة وإخراج الأستاذ محمد علي، ويعني دراما اجتماعية حلوة إن شاء الله تعجب كل الجمهور في الوطن العربي كله يعني. هيلحق رمضان ولا ده بعد رمضان؟ لا رمضان إن شاء الله. هو طبعا احنا بنسابق الزمن والوقت ضيق جدا، بس ده اللي بقينا متعودين عليه يعني. امتى هتبقى بابا حسن؟ يا رب ما تعرفيش بقى يا رب. يعني عايزين نعرف، انا اول واحده بشرت بالجواز وعايزه ابشر بالمولود الجديد. الحلقه بتاعتك دي حلقه شهيره يا بوسي. يعني انا حلقتي بعدها انا والحاج احمد السبكي احنا اللي اعلنا خبر ان هيبقى في جواز، وانا دلوقتي عايزه اعلن ان في، احنا مش توقعنا، احنا كنا يعني عايزين ده يحصل والحمد لله، واحنا دلوقتي عايزين نشوف بابا حسن وماما. ان شاء الله ان شاء الله، دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، وان شاء الله لما ربنا يعني يأذن هي ان شاء الله يعني يبقى في اطفال. هو لسه هو عموما في اخبار مكتوبه ان في اب لسه بصراحه بيبي جاي ان انت اب يعني لسه بصراحه. اخبار كاذبه ولا نص نص ولا اخبار كاذبه بس هي يعني انا عموما وانا في شهر العسل والناس بتبارك لي على الخلفه من يا جماعه عرفتوا منين انا ما اعرفش يعني. لا ان شاء الله زي ما حققت نجاحك في الفن ان شاء الله تحقق نجاحك في اسرتك مع ايمي الجميله، وتحياتي ليها، وان شاء الله نشوفك بمولود جميل يسعد قلب حسن. وحسن بقول لك مره تانية الف مبروك، سعدت بيك في الكويت، سعدت بتكريمك، ودايما خطواتك ثابته وناجحه، ودايما انت فارس من فرسان السينما المصريه. ميرسي يا بوسي، وانا ما انساش اول مره سجلت معاكي كنت في الدالي الجزء الاول، لسه وجه جديد، فانا يعني اسمها مراهن عليك نور الشريف، فاكر قال ده هيبقى من اهم النجوم الجايين هو وعمرو. طبعا، وهو الاستاذ كان ليه عين بيقدر يطلع فعلا مواهب، ومقدم في السينما ناس كتير جدا سواء ممثلين او مخرجين او مديرين تصوير، فانا يعني طبعا هو بعتبره ابويا الروحي، وبتشرف ان هو اختارني، والحمد لله يعني ان انا بقيت ممثل يعني. نجمة الاداء السهل الممتنع بملامحها الهادية الجميلة، اتمردت للادوار الجريئة وامتلكت جمهور الوطن العربي، الفنانة عبير صبري.
النهارده الساعة 12 هنطفي شمع عبير صبري ونقول لها كل سنة وهي طيبة، عيد ميلادها. هي برج الحوت 14 مارس، وطبعا بداية عام جديد، وبيبقى كل الواحد عنده طاقة إيجابية، خصوصا برج الحوت بيبقى منتظر السنة الجديدة بمفاجآتها بأملها. شايفاها؟ بصي انا السنه دي تفائلت قوي بوجودي في الكويت، بلد بزورها لاول مره، وكنت بتمنى كتير قوي ان انا اجي الكويت، فيمكن ده عامل لي حاله انه اكتشاف بلد جديده في يوم عيد ميلادي. سنه جديده تبقى حلوه كلها خير وكلها نجاح وصحه اهم حاجه طبعا، وعندي احلام كتير يا رب يحقق لي، يعني يحقق لي كلها اكيد. قولي لي امنيه عشان اما اقابلك السنه الجايه اشوفها اتحققت ولا. عايزه اعمل شغل كويس في رمضان السنه دي، ويبقى خطوه جديده وحلوه بالنسبه لي اكتر، وبحضر مسلسل بعد رمضان، تجربه مهمه برضو انا بحضرها من على الورق، ان شاء الله اتمنى تكمل، وحاجات كتير يعني، بس اغلبها يمكن في الشغل يعني اكتر حاجه. مش عايزه عريس كده وجواز واستقرار وطفل جميل؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. انا هتمنى لك البيت والاستقرار والعريس، وانت تمنيتي النجوميه والشغل والادوار الحلوه. هنتقابل ان شاء الله مارس اللي جاي واعرف ايه اللي اتحقق، امنيتي ولا امنيتك يا بوسي؟ صح تخيلي. هنشوف مين فينا اللي قصدك في الدعاء. عجبتني يعني، ربنا كريم يدينا كل حاجه ان شاء الله. يتحققوا الاثنين. يمكن 2016 انا واحده من برج الحوت بشوفها اسوأ عام بالنسبه لي، ولكن عبير بالنسبه لها 2016 وهي برج الحوت، عشان كده بنقول كذب المنجمون ولو صدفوا، ان هي من احسن السنين بالنسبه لها. عملت مسلسل مكسر الدنيا، اعلى نسبه مشاهده في الوطن العربي، مكرمينها النهارده علشان النجاح اللي معمول في الكويت عليه. نسوان قادره، ستات قادره. هنا في الكويت بيقولوا لك نسوان قادره، ستات قادره. ومسلسل دور جديد، دور مختلف عن عبير صبري. ايضا كان السينما في مباراة بينها وبين غادة عبد الرازق كبيرة جدا، وحققت فوز في المباراة دي عبير صبري اللي اختشوا ماتوا. فأنا بشوف إن 2016 وفي مسلسل جديد كمان داخلاه، بشوف إن هي 2016 بالنسبة لي كانت خلاصة النجاح. بصي هو الى حد كبير طبعا السنه دي او 2016 كانت سنه ناجحه بالنسبه لي عمليا بكل المقاييس. اتعرض مسلسل انا تعبت فيه وبذلت فيه جهد كبير لغايه ما اتعرض، يعني قعدت اصور فيه سنه ونص تقريبا، وكان فيه قبلها تحضيرات سنتين. فهو انا تعبت فيه جدا. كان فيه معوقات كتيره في المسلسل ده، الناس كانت خايفه حتى من اسمه، يعني جرأة الاسم ستات قادرة ده كان مخوف الناس، وكل الناس بتصنع انطباعات مش مظبوطة عن المسلسل، لغاية ما المسلسل اتنفذ واتعرض الحمد لله ولقى النجاح الكبير ده، وتصنف كأعلى نسبة مشاهدة للمسلسل ده في توقيت العرض بتاعه في مصر والوطن العربي. فأنا سعيدة بيه جدا. وكان في اللي اختشوا ماتوا فيلم سينما، وكان في جراب حوا، ودلوقتي بيعرض كابتن أنوش اللي هو مسلسل كوميدي، ودي تجربة جديدة بالنسبة لي. ناس كتير خوفتني، قالت لي مفيش داعي تعملي كوميدي وانت لسه عامله مسلسل دراما مكسر الدنيا ومش منطقتك، بس انا يمكن حبيت ان انا اشتغل مع المجموعه بتاعت مسرح مصر ومع الكوميديانات الجداد كلهم ومع استاذ بيومي فؤاد طبعا. يعني انا انبسطت بالتجربه وانا بمثل، وشايفه رد فعل بعد العرض قد ايه الناس حباه ومتقبلاه، وانا عموما بنبسط ان انا اتحرك، يعني ما افضلش محطوطه في مكان واحد ولا في قالب واحد، اجرب وابسط انا شخصيا بالتجربه قبل الناس. فالحمد لله السنه دي كانت سنه موفقه. كان في مسلسل الطوفان، وده من المسلسلات المهمة، كان من أنجح الأفلام اللي اتعملت، وبيتعمل في الدراما، ومعاكي كوكبة ومباراة فنية. طبعا مسلسل طوفان مسلسل رائع، وزي ما قلتي كان فيلم سينما، وكان فيلم سينما ناجح، والورق بتاعه مكتوب من اروع ما يكون، وهو بطوله جماعيه لنجوم كتار جدا على الساحه سواء نجمات او نجوم. مسلسل انتاج كبير جدا، انتاج شركه فنون مصر، وهم بيتصدوا العمل صعب جدا، بس هو عمل مهم قوي. في حاجات انسانيه مهمه، وفي حاجات كتير حلوه، واخراج استاذ خيري بشاره اللي انا في منتهى السعادة ان انا بجد بشتغل معاه، لانه تكنيك تاني خالص، اخلاقيات، معاملة، يعني
كأن المسلسل ده هديه من ربنا. انا يعني كل ما بدخل لوكيشن الطوفان اقعد اقول له استاذ خيري يعني احنا في هديه من السما ان احنا بنشتغل معاك. بيستفزك ان انت تشتغلي مع نجمات في عمل واحد؟ يعني انت وغادة وروجينا، انت ووفاء عامر هنا وروجينا، انت ونجلاء بدري وريهام سعيد، يعني ده بيستفز؟ بصي يعني انا اكيد ما يعني على الاقل مش بيضايقني ان انا اشتغل وسط نجمات، لان في ناس ما بتحبش ده، بس انا بحب، ما عنديش مشكله، وبيخليني يمكن زي ما تقولي بتحفزي اقصى طاقات عندك. التكريم يا عبير، والنهارده بره بلدك بقى تكريم من ناس تانية، ناس جديده، مجتمع جديد، ثقافات جديده، شايفه؟ بصي انا بتبسط وبتخض في نفس الوقت، لانه بحس انه نجاحك بدأ يبقى مش بس في بلدك، وانه الناس بس بتعرفك بس في بلدك، لا الوطن العربي كله بيشوفك، والخليج تحديدا بيشوفك، وده منطقة مهمة جدا في المشاهدة، لانهم عندهم دراما جميلة جدا وعندهم دراما حلوة، ومشاهد متذوق لانه عنده سماوات مفتوحة على قنوات كتيرة جدا سواء عربية او اجنبية، وبالتالي هو بيعرف يفرز الجيد من الرديء. فلما بيجيلك تكريم في بلد عربي، بلد مهمة زي الكويت، مهمة في الخليج، بتقولي ده مسؤولية زيادة بقى، يعني مسؤولية زيادة، وأنا واضح إن شغلي واصل للناس والناس بدأت تقيمه بشكل إيجابي، فلازم أحافظ على ده، وأعلى ستيب بعديه كمان، يعني ما تبقاش خلاص تقفي عند هنا وتسكتي، لا بتقعدي تفكري أكتر. النجاح بيحط عليكي مسؤوليات أكتر. هل اتأخرت نجوميتك يعني؟ مش عايزه افكر كده، يعني مش عايزه افكر بالطريقه دي. انا بجتهد، بعمل اللي عليا، وربنا بيوفقني، واللي ربنا بيبعتهولي انا موافقه عليه ومبسوطه بيه. ودايما اعرفي انه بتاخدي حاجه وحاجه بتنقص، فانا دايما اقول يا رب انا مش عايزه زياده بس مش عايزه انقص، فانا مبسوطه الحمد لله. يكفي انه لما بيذكر اسمي بيبقى بيتقال ان انا ممثله كويسه، ان انا بختار اعمال حلوه، ان انا بنجح بالتراكم، كل خطوه بعملها بنجح اكتر، فانا ده بيسعدني يعني. وبحس في الاخر انه النجوميه المطلقه اللي هي عند اعلى القمه هي مكان حاد وصعب، انك تفضلي فوقيه صعب، انك تنزلي منه صعب، فربنا يختار لي المكان المناسب ليا وانا راضيه بيه. المرأة السورية القوية الصامدة في ظل كل الظروف أبدعت وقدمت رسالة فنية في كل المهرجانات العربية والعالمية، وقالت الفن السوري بخير وسوريا بخير. نجمة سوريا الفنانة سلافة وخرجي. كل الحب من أهل الكويت وجمهور جريدة الأنباء الكويتية للنجمة العربية السورية سلافة وخرجي اللي منورة النهاردة الكويت، وسعيدة بوجودك. تسلمي لي بوسي، وأنا كمان سعيدة إني شفتك، وسعيدة هي أول مرة أنا بكون فيها بدولة الكويت الحبيبة. مبسوطة كتير إنه أنا موجودة، والترحاب يلي شفته والاستقبال كان جميل جدا. فيعني حتى كمان اليوم التكريم كمان بيعني إلي الكثير، بأول جاي إلي على الكويت يكون في تكريم من جريدة الأنباء، فأكيد كمان كثير سعيدة ومبسوطة بشوفت الناس، يعني شفت الشعب الكويتي كثير عمل لي سعادة بقلبي. أول زيارة للكويت مع تكريم، وتكريم من جريدة عريقة هي جريدة كل بيت، أو هي بتعبر عن كل بيت كويتي في حبه لسلافة. الحمد لله، هذا شرف لإلي ونعمة، وطبعا هي المحبة من الناس أنا بقابلها بمحبة أكبر. قلت لك من أول لحظة فعلا كان في استقبال رائع جدا ومحبة كبيرة. هذا الشيء بيحملني مسؤولية وبيحملني كمان سعادة كبيرة، إنه أنا دائما بدي أعمل شيء يعني مثل ما الناس بتفكر، أو مثل ما الناس بتطمح، أو مثل ما الناس بدها تشوف سلاف فيه.
أكيد. سليف، طليتي امبارح على جمهور أهل الكويت من خلال التلفزيون الرسمي بتاعهم، شفتي الاستقبال إزاي؟ هل كان في أسئلة على الهوا؟ الناس اللي أهل الكويت اللي أنت أول مرة بتدخلي عندهم استقبالهم ليكي إزاي؟ انطباعهم إيه عن سليف وأعمالها الأخيرة وإخراجها لأفلام ناجحة ومشاركتها في مهرجانات عربية؟ دخلت تلفزيون الكويت، هذا التلفزيون العريق جدا، محبة كبيرة ومتابعة شديدة. فاجئوني متابعين التفاصيل، بيعرفوا كل شيء، أسئلة جديدة، في هيك في مثل فرح، يعني كان في حالة سعادة امبارح. الكل كان بس بده انه يعني حالة احتضان، حالة استقبال، حالة حفاوة كبيرة. وتفاجأت انه يعني كل الاجيال في حالة متابعة، الكبار في حالة متابعة، حتى الشباب الصغار متابعين لأدق الأعمال والتفاصيل. فهذا الشيء فرحني انه انت قادرة توصلي لكل الأعمار ولكل الفئات. اللهجة بينكم وبين الخليج قريبة، واكيد سهل عليكي ان انت ممكن تعملي مسلسل كويتي، لان بالنسبه لكم يعني يمكن المصريين بيبقى صعب شويه ان هم يعملوا عمل كويتي. هل المشاركه في الدراما الكويتيه مع سليف فواخرجي الفتره الجايه هيكون شكل؟ ممكن كتير. أنا دائما بقول ما عندي مشكلة بأي لهجة وبأي مشاركة، المهم يكون في عمل نص حقيقي، نص جيد، مادة جيدة، وإلا ما عندي مشكلة بالعكس. واللهجة الكويتية قريبة، واللهجة الخليجية يعني عموما بنفهمها ببساطة. بس ملاحظة على كلمة إنه المصريين ما كتير بيعرفوا يحكوا. أنا بالزيارات الأخيرة لمصر شفت كتير مطربين مصريين عم يغنوا خليجي، وشفت عموما يعني في حالة كمان في انفتاح جديد، فصار اللهجة الخليجية مفهومة بمصر. هم يغنوا خليجي لكن ما بيعرفوش يمثلوا خليجي. هي شوي صعبة. ما بيستعينوا بيهم في مسلسلات هنا. يمكن منال سلامة موجودة هنا في الكويت بتعمل دور واحدة مصرية أو ما بتعملش باللهجة، لكن انتوا سهل قريب ان ممكن. انت ما عملتيش أي حاجة في الكويت قبل؟ لا أبدا، لا أبدا، ما عملت شيء خليجي أبدا. بس اللهجة يعني صعبة بس سهلة، لأنه بالعموم في حالة كمان تقارب. دائما السوريين موجودين بكل المناطق العربية، وكتير في ناس اجت على الكويت، أو هلأ خاصة بالفترة الحالية كتير في سوريين عايشين، فاللهجة قريبة جدا وما صعبة. بعد إبداعك بقى بالفيلم اللي لفتي بيه المهرجانات وحصدتي الجوائز، عايزة أعرف بتجهزي لإيه الفترة دي؟ إن شاء الله عندي عمل مصري اسمه روح، إن شاء الله بنيسان بإبريل القادم بدي بلش فيه. هذا يعني آخر شيء. ده مش لرمضان؟ لا مش هيلحق. لا 60 حلقة لبعد رمضان. كان المفروض إن في رمضان عمل سوري، عمل صعيدي مصري مع وفاء عامر والمنتج محمد فوزي، ولكن اتأخر فمحتاج وقت فتأخر. طبعا هجرة الصعايدة عمل مهم كتير وجميل جدا، وكنا محضرين ومتحمسين وخلص رح ندخل تصوير، بس صارت عدة تأجيلات. فأكيد القرار انه يتأخر لبعد رمضان افضل، لانه اكيد ما كان طلع بالصورة الحقيقية المنيحة. عمل ملحمي، يعني كتير في أعمال عن الصعيد جميلة ومهمة، بس هجرة الصعايدة فعلا عمل ملحمي عم يحكي عن الصعايدة، عن تاريخهم. هيك عمل بتقنيات كبيرة، بإمكانيات كبيرة، لازم يكون ياخذ وقته صح، فالأفضل إنه هو يتأجل. ضايقك الموضوع ده إن حرمك إنك تكوني في بيوت العربية كلها والمصرية في رمضان بمسلسل؟ طبعا اكيد، خاصه انه انا كنت معتذره عن اكثر من عمل مصري وسوري مشان هجره الصعايده، واكيد ضايقني، بس اكيد نصيب، يعني بالاخير دائما في خير. انا مقتنعه بهذا الشيء. اكيد تاخيره فيها اكيد، ودائما ربنا بيرسم الاشياء بطريقه افضل وبطريقه اجمل. فنانه صنعت نجوميتها على نار هاديه، كسرت حاجز التمثيل بالاداء الطبيعي، واصبحت نجمه من العيار التقيل. هي عنوان الإبداع في الفن المصري، هي الفنانة الكبيرة هالة صدقي. والنجمة الجميلة هالة صدقي اللي مشرفانا النهاردة، وحمد لله على السلامة وألف مبروك. الله يبارك فيك يا بوسي، ودايما مع بعض في نجاحات وجوائز وتكريمات إن شاء الله. يعني أنا كده بقول إن ونوس اقتحم العالم العربي كله، ونوس حصد أكبر كم جوائز. يمكن مكتبة هالة صدقي مليانة بجوائز ونوس، يمكن أكتر كمان من السنة اللي فاتت.
لا هو حاره اليهود يعني دلوقتي ابتدى ونوس يعلى عن جوائز حاره اليهود فعلا. ما قدمتك في المقدمة النهاردة وقلت إن هالة صدقي بتشتغل على نار هادية وواخدة النجاح درجة درجة، وبتعرف إمتى تغير أو تعمل نقلة في شكل الأدوار اللي بتقدمها. ويمكن أنت كنت من زمان وأنا فاكرة ده، لما كانوا يسألوكي نفسك تبقي مين لما تكبري كنت تقولي لهم هدى سلطان، عايزة تغيير الجلد والفكر، والآخر دقيقة بشتغل زي يعني هدى سلطان بالنسبة لي يا بوسي كانت المثل، لأنه أنا بشوف إن الفنانات أو النجوم الكبار إن هم بيوصلوا لسن معين وبيختفوا وما بيعرفوش يكونوا متصالحين مع نفسهم، وما بيعرفوش يتخطوا مرحلة سنية معينة، وما بيعرفوش يغيروا جلدهم. فدي كانت حاجة بتؤرقني جدا، وأنا كنت عارفة اللي هو عمال بيفرق يعني. لا انا متضايقه ومش مبسوطه لغايه ما جالي فعلا دور حاره اليهود واتخضيت منه في الاول، بس حسيت ان هو ده البدايه. ولما جالي ونوس يمكن انت بحكم انك صديقتي انك انت كنت انا ما كنتش فرحانه بنجاح ونوس. يعني الدنيا كلها كانت بتتكلم عن دوري وعن ادائي، ما كنتش فرحانه لانه الخوف من جوايا كان اكتر من فرحتي، انه طب انا هيجي لي ايه بعد ونوس. لان هي برضو هي حته الحظ بتلعب فيها، ايه اللي هيجي لك وهتختاري ايه. ممكن تختاري عمل وبعد كده ترتبطي بيه يجي لك عمل تاني هو ده. فاللي عارفه الانسان او الفنان بيبقى بحاله تخبط نفسي غير عادي. النجم الكبير عادل امام، وحلم كل نجمه انها تقف قدامه ويبقى في السي في بتاعها عمل مع عادل امام، ويبقى في مباراه فنيه، لان عادل امام بيستفز كل النجوم اللي معاه، عايزين كل واحد يظهر اجمل ما عنده. عادل امام صديق جميل ونجم كبير، وهو عارف ده، فمن اول يوم هو بيمتص القلق ده. وقبل التصوير بيبقى فيه اعداد كتير، فبنبقى داخلين البلاتو واحنا الدنيا باينه. وبعدين عايزه اقول لك ان هو اتدخل قوي في الشكل بتاعي وكل الملاحظات اللي قالها لي كانت صح قوي. حاجات مثلا انا لما بنفعل ممكن صوتي بيسرسع، محدش يعرف القصه دي الا انا. يعني انا عارفه انه انا لما بنفعل او بتاع تلاقي في عجدل كده طلع. فهو قال لي انت عندك الصوت، خلي بالك احكمي الصوت. حاجات تاتشات صغيره الفنان اللي هو عارفها. فهو فنان جميل وبالعكس ما خوفنيش ولا حاجه، كان لطيف جدا الى اقصى درجه يا بوسي. عنك خفه الدم، معروف عن عادل امام خفه الدم. المواقف الكوميديه بقى اللي بتجمع بينكم، هل بيسيب هالة صدقي لتلقائيتها وابداعاتها وقفشاتها السريعه وليده اللحظه؟ لا احنا ملتزمين بالنص قوي، والحقيقه ان يوسف معاطي مش مدي فرصه ولا كلمه خالص انك انت ممكن تقولي اي حاجه زياده. يعني اي افيه معمول ومكتوب ومحسوب، والكتابه من كتر ما هي حلوه مش مديني فرصه ان انا. وقلت لده ليوسف معاطي، قلت له انت اول مسلسل في حياتي ما يدينيش مساحه ان انا اقول هنا اعمل كذا. ولكن في طبعا بعض الحركات او بعض الحاجات اللي طبعا يعني وقعت الاستوديو يعني، بس مش عايزه بقى لغايه ما تشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله اكيد هنشوف عمل جميل. وكانت ايضا من المفاجآت هذا العام انها هالة صديقتي بقت منافسه ليا، مذيعه وبتقدم برنامج اسبوعي وبيجي لها تليفونات وبتتعامل مع القضايا المهمه، واصبحت واحده من اهم المذيعات على الساحه العربيه. يعني يا هالة احنا هناكل عيش منين وهنستضيف مين لما كلكم هتبقوا مذيعين؟ احنا هنعمل ايه؟ لا يعني ايه، هو انا طبعا هي تجربه جديده واتعلمت منك يا بوس. لا هو يعني حسيت انه ممكن يبقى في بعض القضايا المهمه
اللي في بعض الأحيان لازم يبقى في ممثل أو ممثلة تبقى موجودة علشان تحط الضوء عليها. يعني مثلا الحلقة اللي أنا رجعت بيها كانت حاجة خاصة بالرحمة، وهي رحمة التعامل مع الحيوانات. هي ممكن تبقى قضية عابرة لو أي مذيعة عملتها، لكن لما يكون فنانة هيبقى يعني هيبقى في ستريس أكتر إن أنا أسمعها أو أشوفها. فأنا عايزة أستغل وجودي إنه ما بقاش أنا زي أي مذيعة. ما هو أنتوا جايبيني ليه؟ أكيد جايبيني علشان أبقى مميزة. فيا رب ربنا يسهل ويعني انجح في القصه دي، لانها بجد صعبه مش سهله بجد. عايز اعرف العلاقه بينك وبين الصحافه شكلها ايه؟ زمان طبعا وانا صغيره كانت في حرب كتيره بيني وبين الصحافه، لاني ما كنتش عارفه اتعامل مع الناس قوي. لكن في حصل طفرة جيدة في الصحافة المصرية. يعني الصحف الصفراء ابتدى الناس يبعدوا عنها وابتدوا يكرهوها وابتدوا ينبذوها، هم بنفسهم اللي ابتدوا فطبعا بقت تقول الأخبار الصادقة والحقيقية. كلمة منك لأهل الكويت. أنا لكم معزة خاصة جدا 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 في قلبي، وأول تكريمات في حياتي كانت في الكويت، واصحابي واهلي من الكويت. نجم الكويت وصديقي في كل المهرجانات العربية والدولية، وهو واحد من صناع الأمل اللي هنعرف اللقب الجديد اللي انضم ليه ده دلوقتي، النجم الكويتي محمد المنصور، اللي أنا على أرضه النهاردة وفي ضيافته، وسعيدة إن احنا بنلف ونرجع بقى نتقابل في بلدك. يا أهلا وسهلا، منورين، والبلد بلدكم، يا أهلا وسهلا فيكم وبعيوننا نحطكم. الأنباء الكويتية جريدة لكل مواطن على أرض الكويت، فنان، سياسي، إعلامي، إنسان، رجل الشارع البسيط، المرأة. هو بنقول إنها الجريدة المهنية الصح، الخبر المحترم، الجريدة اللي بتمس قلوب البيت الكويتي كله، جريدة الأسرة. شايفها إزاي بعد 41 سنة؟ بعد 41 سنة، بعد هذا التألق، لولا صدق وكتابة وحوارات الأنباء لما استمرت 41 سنة. هذه دلالة على أن الأنباء تتميز مع صديقاتها طبعا الجرائد الكويتية في عطائها الإنساني الجميل، وتخصصها في النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كذلك دخولها فيما ترك الأخبار سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية أو دولية. هني هذه تهتم كل هذه الاهتمامات، بالإضافة طبعا ما يخصنا احنا كفنانين وكمجالنا، هم الجماعة ما يقصرون معنا ويلحقونا من مكان إلى مكان علشان يصنعوا هذا الخبر الجميل الذي يتلقاه القارئ الجميل. علاقتك حلوة بالصحافة، حاسس ان في بعض الفنانين بيهربوا من كاميرات الصحافة ودايما في بينهم وبين الصحافة علاقات مش طيبة، انت علاقتك ازاي بالصحافة؟ انا العكس، طيبة واحبهم هم يحبوني، لان الصحافة يعني لولا الصحافة ما ظهر الفنان ولم يتألق. فلولا قلم الصحافة ونقدهم البناء، وليس النقد بس مسألة نقد، لا، يقومونك عملية تقييم هذا الفنان لما يكتبون عنك سواء كان بالإيجاب أو السلب، إنما علشان يقومونك، يظهرون من عطائك الإنساني الجميل الفني، لكونك أنت قاعد تخدم المجتمع. بعدين أنت عندك كفنان رسالة قاعد تقدمها داخل المجتمع، فلذلك هم يقومون هذا الاتجاه اللي أنت قاعد تمشي فيه. يعني يقول لك لا هنا منزلق، هنا كذا 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 كذا. تسمع ليهم؟ طبعا أسمعهم وأشوف آرائهم وأقعد معهم وأتناقش معهم،
ثم أزورهم في نفس الوقت. يعني أنا دائما أزور كل الجرائد اللي موجودة عندنا بالكويت، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. تفتكر خبر ضايقك اتنشر عنك في الصحافة ما بتنساهوش لغاية دلوقتي، أو خبر كان نقلة في حياتك؟ والله كان صديق أو كاتب كتب مرة يعني عن كان هو جديد، طبعا هو قادم من دولة عربية، جديد وما يعرف عني أي شيء، فراح سمع عني أن أنا منهي دراستي الدراسات العليا وعامل ماجستير، فقال هذا عملها زي ما بتقولوا انتم اونطه بما معناه او باستعجال، علما بان انا اخذت مني هذه الرساله 10 سنوات طبعا مع ايام الغزو، كنت قبل الغزو وصار الغزو اخذوا كل المراجع، فرجعت مره ثانيه وعملتها وتعبت فيها الى اخره. فانا شفته قلت له انت ليش تكتب يعني هذا الشيء؟ تعرفني؟ قال لي لا انا سامع عن اسمك كذا كذا. طيب انت هذه كصحافه او انت كمبتدئ او انت كونك التحقت في الصحافه الكويتيه، حتى لو كنت انت صحفي في بلدك، يجب ان تدرس تشوف المكان اللي انت فيه وتعرف سواء كان نجومها او السياسيين او الاقتصاديين او كل ما هم معنيين في الدوله علشان تكتب عنهم، وليس تجي انت وتكتب من كذا سمعت اي حاجه وتكتب. فاعطيته شويه درس محترم. طبعا انت عندك رسالة إنسانية جديدة دلوقتي، صناع الأمل، ازاي هتصنع الأمل في الخليج العربي؟ سأصنعه إن شاء الله سواء كان بالخليج العربي أو عربيا أو عالميا بإذن الله، لأني أنا بادرت بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهي مبادرة صناع الأمل، فسنصنع الأمل بإذن الله. وعلى فكرة أنا أشكر حبيبتنا وزميلتنا الفنانة ليلى علوي، لسه هي مرشحاني لصناع الأمل، وأشكرها وأشكر الفنانين الذين سيقومون بترشيحي لصناع الأمل معهم إن شاء الله. أولا عملت أنا مشروعين، مشروع الأول قناة فضائية طبية صحية تعتني بالطب الإسلامي، الطب البديل، الطب النفسي، الطب البيطري، الطب بشكل عام ككل. كذلك عملت جمعية سميتها النوير. النوير زهرة بسيطة تطلع في بالربيع، فهي صغيرة تشق الأرض وبين الصخور في جمالها وشذاها الجميل، فأنا استقيت هذا الاسم لهؤلاء الناس، وهي لأصحاب الاحتياجات الخاصة للي يملكون مواهب فنية وثقافية فقط، الموسيقى الشرقية، الموسيقى الكلاسيكية، الشعر والأدب، التمثيل، بالإضافة إلى الأعمال اللي هم يعني يقدرون عليها يقدمونها. فقلت أنا الله سبحانه وتعالى أخذ منهم شيء لكن أعطاهم الأشياء، فهذه راح أعممها على الدول مجلس التعاون، ثم سأبدأ فيها إن شاء الله عربيا. إن شاء الله هو ده دور الفنان، وهي دي رسالة الفنان. إلى جانب رسالته الفنية لازم يكون في رسالة إنسانية. إحنا كلنا معاك وبندعمك وبندعم النجمة ليلى علوي، وإن شاء الله صوتكم يوصل للعالم العربي كله. آخر أعمالك الفنية وحي بعد كمان الفنانة شمس، لأن حبيبتنا راحت وقدمت لي وساعدتني في هذا المشروع. أنا الآن عندي أعمال إن شاء الله لرمضان، يوم أقبلت إقبال، وعندي فيلم اسمه الماء التأليف عبد الرحمن الصالح اللي ألف بس يا بحر إن شاء الله، وإخراج عبد الله بوشيري. إن شاء الله عن قريب راح أبدأ فيهم بإذن الله. اللقاء من السنة اللي فاتت للسنة دي على الريد كاربت، ولقاء أنا بحس إن لقاء من القلب.
لأن هي من أغلى الناس عندي في الكويت، وأنا بسعد لما باجي الكويت وأقابلها وأشوفها سفيرة لسياحة الكويت، وأشوفها سفيرة أيضا لمصر وسياحة مصر ودعم مصر. فأنا بعتبرها مصرية كويتية عربية، مثال للمرأة الحديدية القوية المحبة لبلدها وللمرأة. يعني بالخصوص فجر السعيد، أنا مش عايزة أقول إن أنت كويتية بس، لأن إحنا بنعتبرك واحدة مننا. فرحتك بكل حاجة حلوة لمصر، بنحس إنك بتفرحي معانا وبتزعلي معانا، وعارفة حاجات كتير في مصر إحنا ما نعرفهاش. فأنا سعيدة إن النهاردة معاكي في الكويت، وخصوصا مع جريدة الأنباء. بوسي، الكلام اللي قلتيه كبير جدا، خجلتيني مش عارفة أرد عليك، بس أنا سعيدة طبعا بوجودكم أنت والمجموعة كلها. أي أحد من نجوم مصر يجي الكويت لا تصورين حجم سعادتي في وجودكم، حجم سعادتي أن أنتم مشاركيننا في بلدنا. لذلك تلاقيني أبي أخليكم تشوفون أكثر كم من الأماكن من الكويت. أفرح لما تقولون الكويت جميلة. الكويت جميلة بوجودكم، محبتكم. الكويت هي شقيقة صغرى حق مصر، أنتم أهلنا وناسنا، وتواجدكم معنا يسعدنا، وأيضا تواجد المقيمين المصريين داخل البلد يسعدنا، لأنهم جزء من مشاركة في بنيان هذا البلد منذ أن ابتدأت. يعني طبعا فجر جريدة الأنباء الكويتية احنا بنحتفل بال41 مهنية، صدق، تميز، سرعة في الخبر. انت شايفة الجريدة دي ازاي، وشايفة أهميتها بالنسبة للمواطن الكويتي؟ طبعا جريدة الأنباء من الجرايد الحقيقة قريبة لقلبي وقلب كل الكويتيين، لأنها هي جريدة عندها مصداقية عالية، يعني بخلاف الآخرين. يمكن الأنباء من الجرايد النادرة اللي ما عندها أجندة خاصة، هي أجندتها الوطن وأجندتها الخبر الصحيح، لذلك هي متميزة، لذلك هي مستمرة. أهنيهم في العيد ال41، وأهني نفسي إن أنا قاعدة أشوف هذا الصرح الإعلامي الكبير قاعد يستمر كل هالسنين. ودايما بحب ألف وادور في كل الأماكن الحلوة في كل بلد بروحها، ومن الأماكن البديعة الجميلة هنا في الكويت المكان ده. وكل ما بنيجي حفل الأنباء الكويتية بنيجي هنا علشان ننقل لكم كل الأحداث الحلوة في الكويت. وطبعا اللي معروف عن كرم أهل الكويت والجدعنة كلها حبيبتي فجر عزمتنا على الفطار، لأن طبعا انتوا عارفين عبير ما تقدرش تتكلم غير ما تفطر وتاكل، وأنا قلت لكم إن عبير من زمن الفن الجميل اللي هي عايزة تقعد وتفطر الفطار يعني اللي بيقولوا إيه، الفطار الجامد اللي هو يعني انتوا شايفين طبعا ده فطار. وشوفوا انا بفطر ايه، شاي اخضر، يعني انا متعذبه وعبير مدياها. يعني ده فطارك يا عبير؟ اولا احنا دلوقتي متاخرين على الفطار، ده ميعاد غدا، فانا باكل اتنين في واحد استغلي بالظبط. فانا شربت الشاي وهفطر واتغدى مع بعض ساندوتش يعني، وبوسي يعني بسيطه.
شفا فجر، يعني بشكرك على الكرم الجامد بتاع اهل الكويت المعتاد. عيب يا بوسي، عيب يا بوسي، ده شويه من كرمك، من كرمك وذوقك واخلاقك. نيجي هنا انت ما بتسيبيناش طبعا، انت وبلبل حبيبه قلبي، انتوا نموذج مشرف للمراه الكويتيه، وازاي بتفرجونا على البلد وازاي بتعرفونا البلد. ويمكن انا من خلال السناب بتاعكم انا بعيش في اجواء الكويت كل يوم، فانتوا بتعبروا عن بلدكم حلو يعني. حبيبتي اهلا وسهلا فيك، واحنا تشرفنا بيايتكم بالكويت وانتم بناتنا واهلنا. يا حبيبه قلبي، فجر قولي لي اهم الحاجات اللي هنشوفها في الكويت قبل ما نسافر، عشان عبير اول مره، انا جيت قبل كده بس هفسح عبير في كل حته، مش هسيب حته ما بفضل. اليوم ده هخليها تلف الكويت كلها بس نخلص منك وملكيش دعوه. بعدين تاخدي عبير، انا هخلي لك عبير بكره عشان انا طالعه مهرجان الاقصر. هي تقعد بكره تعمل جوله، انصحك في مكان هنا فظيع خدتني عليه فجر السنه اللي فاتت، صورت فيه من اروع الاماكن اللي في الكويت. وبعدين هتجيبي بقى البشت، اسمها البشت، البشت اللي مشهورين بيها اهل الكويت، فيها حاجات تجنن، وهتعيشي اجواء بقى الف ليله وليله. صح. المكان اسمه ايه بقى؟ مباركيه. المباركيه. جاهزه للمباركيه، للاكل بس، للشوبينج. ماله الاكل يا بوسي؟ هو ساندوتش يا جماعه، عماله تنق عليا. بلبل، انت حبيتي مصر من خلال السينما المصريه، صح؟ صح. شايفة السينما المصرية دلوقتي الجيل الجديد ممكن يبقى برضو مرتبط بمصر زي انتوا كنتوا مرتبطين بالأفلام الأبيض وأسود وفاتن حمامة وشادية أنا ما أتصور، لأن الحين صار الجيل وايد ينظر للسينما بشكل ثاني، والحين الأكثر توجه للأفلام الأجنبية. إحنا للحين نطالع الأفلام الكلاسيك الأبيض وأسود، في تعلق، في حنين، في شوق حق الأفلام هذه، لسه عايشة جوانا زي ما بتقولوا. فجر، انت كاتبه، ويعني يمكن في وقت كان في ازمه عندكم هنا في الدراما، فجر نزلت عملت مسلسلات احيت بيها الدراما الكويتيه. ازاي تقولي لنا ان احنا نخلي السينما ترجع تاني في قلوب كل العالم العربي، وزي ما انتوا كنتوا بتنزلوا تروحي بورسعيد اللي شفتيها في الافلام؟ شوفي انا اقول لك ليش السينما في زمان في مصر كانت تخاطب المجتمعات جميعها. المشكلة اللي تطرحها بحيث ان الكل عارفها، يعني انا عايشتها، اللي في شمال افريقيا عايشة. دلوقتي مؤخرا الافلام المصرية بدت لوكالي زيادة عن اللزوم، حتى الافيه انا ما اضحك، انا اشوف السينما تضحك بس انا ما افهم لها، هي لغة الشارع المصرية، لان المنتج في مصر بدا يبحث عن الانكم داخل السينما في مصر، مش بيبحث على انه يقدم صناعه والصناعه تنتشر. وانا اتصور ان الدوله في مصر يجب ان ترجع تعيد دورها القديم في انها تعمل افلام اللي هي مش افلام مات مهرجانات، انا ما اتكلم عن فيلم مهرجان، بس فيلم مثل الافلام السابقه اللي هي فيلم يحاكي جميع المجتمعات بس بلكنه مصريه. احس في المشكله بكل مكان ما يروح باللوكل زياده على اللزوم. انت متكلمين عني، انا في الكويت انا عملت نفس الخطوه، طلعت برا من اللوكالي زيادة على اللزوم الكويتي، وبديت أفتح موضوع أفضل، بديت أشرك معي فنانين من الخليج، وبدأ يصير خليجي أكثر من أنه كويتي، ولا زال مستمر حتى الآن. هذا بسبب متابعتي. دي المشكلة حاليا في الدراما، في الفن المصري، حتى الأغاني، يعني حتى باستثناء عمرو دياب، أنا آسفة، باستثناء أغلب المطربين شعبي لوكالي، يعني راحوا لللوكالي. عمرو الوحيد اللي موسيقى تنسمع في كل دول العالم. أم كلثوم على فكرة، شوفي المفردات اللي كانت اختارتها، حتى المصري اختار مفردات الخفيفة اللي تنسمع في كل مكان. انتوا بقالكم فترة يعني خلينا نقول تقوقعت سوريين شوية، لا تقوقعتوا في إطار، لأن دي دي ترجع للمنتج، لأن المنتج يبي يقدم عمل ياخذ الانكم من داخل مصر، فهو يحاكي المشاهد المصري، بينما يقدر يدمج، يعني بسهولة يدمج بين الاثنين. لذلك في بعض الأعمال نورت، اللي هي مثلا جزيرة، مثلا في بعض الأعمال نورت. ما ينفعش توجع يا منصور. بس أنا طول عمري وأنا بحبك. إيه ده؟ دي هدية يا باشا. إيه أنت هتسلم نفسك ولا إيه؟
مخرج زي شريف عرفة من الجيل اللي هو عارف ازاي يخاطب العالم العربي، وكان زمان الفيلم المصري اسمه الفيلم العربي لانه بيخاطب كل البلاد العربية. صحيح. لا، هي المشكله الاجتماعيه، اي مشكله اجتماعيه انت تلجئي لها هي مشكله اجتماعيه عامه في كل الدول العربيه، بس لما تدخلين في العشوائيات، السكاكين، الميشنو، هاي تخص حتى ما تخص المصريين. يعني انا المصريين اشوفهم مو كذي، يعني مش بالشكل ده، يعني تخص هي هم بتجيب فلوس الشباب بالضبط اللي هو يبيها المنتج. للاسف المنتج بده يفكر في شيء هذا حق مشروع، فطالما المنتج خايف يغامر بفلوسه فالدولة المفروض تقوم دورها مثل ما قامت دورها في الستينات لما انشأوا شركة صناعة السينما اللي كانت موجودة. تفتكري آخر فيلم مصري شفتيه ايه؟ كان مولانا. اي كان في مصر، كنا في مصر وحضرناه. عجبك؟ والله كان حلو، كان يتكلم عن الوضع الحالي في الوطن العربي. يعني شوفي ده منفتح على العالم العربي ولا زي ما بتقول فجر؟ هو الوضع مش مغلق، يعني لا مش مغلق، لو الرواية قروها في العالم العربي كله، وقصة المتدين موجودة في العالم العربي، كل شيء. نتكلم عن جودة الصناعة داخل، يعني مش معقول فيلم يبوسي 150 دقيقة، ال 150 دقيقة ما نشوف إلا البطل. هو وين ما نشوف هو لا انت بتشوفي، بس هو من كتر ما هو دوره حلو، هو ده اللي اثر فيكي، ما شفتيش يعني في حلقه في حلقه مفقوده بالفيلم، يعني حتى في المونتاج بالضبط. اي يعني اكو شيء كان واضح ان انشال، احنا لقينا فجاه حته ابنه وبيته، بيته وابنه. لا مش ابنه وبيته، معلش تتقبلين النقد؟ مش ابنه وبيته حبيبتي، فيلمي اوكي. مش الابن والبيت. الفيلم صور لنا رجل الدين اللي هم قدموا لنا اياه، اللي هو مال الفضائيات، انه شخص مظلوم وشخص انسان سوي وشخص انسان زين، بينما الواقع مختلف تماما. الواقع احنا قاعدين نشوفهم هذول يتصدرون للفضائيات لغسل ادمغه الاخرين وليس لهم علاقه بالدين. هو طلع له انه هو دين حقيقي وهو متدين حقيقي، بينما احنا اللي قاعدين نشوف اللي تبهدلنا كل هالسنين من يدعي الدين وهو ليس له علاقه بالدين. الفيلم كان يروج رغم ان ديكوره هو يطلع انه يكشف حقيقتهم، لا انت على ما تطلعين من الفيلم تكتشفين ان تعاطفتي معاهم وانهم كويسين وانهم احسن ناس. بلس انا سيبك من الفكر، انا كلمك عن صناعه. ما في فيلم قائم على ممثل يطلع في كل المشاهد، يعني ما بيخشش الحمام مثلا يعني طول الفيلم يعني يروح مشوار على الاقل. يعني هسيبك تسألي، هتساعديني في الحوار وهتسألي سؤال لعبير، وبلبل كمان هتوجه سؤال لعبير. عبير، انت من الممثلات اللي عندك قدرة على التشكيل والتلوين، يعني في بالذات يعني الجيل اللي بعدكم طلع كلهم خط واحد، كل واحدة نفس الأداء. انت يمكن من المتميزات اللي قادرة تتلونين، يعني تعطين أي لون. هل اللي قاعدة تعملينه من أعمال مثل ستات أدرى والعمل الجديد، أنا شفت اللوك اللي نزلتيه، هل هذا بقرار منك نستغلين هذه الميزة اللي فيك، أو جت مع ربنا وصدفة والمنتجين عملوها؟ بصي يا فجر، هو طبعا انت بتبقي ساعات المنتج او المنتجين بيشوفوكي بصوره معينه وهم بيبقوا عايزين يكملوا فيها. مثلا انت الست الحلوه، الست الملفته، الرومانسيه، اللي هو بيحطك في حاجه مثلا شافك عملتي دور فيها ونجحتي بيكمل. بس بيجي هنا تحدي الممثل بقى، وجهة نظره في نفسه. يعني هل انا هفضل مستسلمة ان المنتج يفضل يحطني او المنتجين يفضلوا حاطيني في الصورة دي؟ باجي انا في يمكن مثلا احيانا تبقى الاختيارات محدودة بالنسبة لي، بس انا في كل دور انا بحاول، انا بقى وجهة نظري انا لو يعني بوجهة نظري بوعي بالتحدي بتاعي اللي جوايا، انه اظهر كل مرحلة حاجة في موهبتي، بان انا اتعلم حتى من الشخصيات اللي بمثلها، انه يعني بتفرج على نفسي قبل ما بفرج الناس، او بكتشف في نفسي حتى موهبة جديدة كل دور قبل ما بفرج الناس عليها. فده بيحصل عن طريق شغلي انا الدائم بقى على نفسي وعلى الادوار اللي بعملها، وعايزه اوري الناس ايه، وان انا مش مجرد انه بنت حلوه بتعتمد على الشكل والمميزات الخارجيه، لا. فانا نفسي يعني تقدري تقولي ساعات لما بتفرج على ادوار بعملها
بنبهر زي الجمهور. انا ازاي عرفت اعمل ده؟ انا يعني سؤالي الفتره الاخيره، الاعمال الاخيره اللي بديتي تنوعين فيها، هل هذا قرار منك بلغتيه ان انا لا عاوزه اغير واطلع قدراتي، انا فنانه متلونه، ولا هي جت صدفه من اختيار المخرجين؟ بالعكس، هم المخرجين بيبقوا يعني ساعات لما بيبعتوا لك ادوار بيبقوا شبه الادوار اللي عملتيها، لكن انت من خلال الدور تقدري تعمليه بشكل مختلف. يعني هو بيبقى جاي عايز الدور زي ما شافك عاملاه في حاجه تانية، انت بتغيري، لانه كل شخص في الاخر يحمل بصمه مختلفه. فانت تقدري حتى مثلا لو هتعملي ست حلوه، ست جريئه، ست رومانسيه، او وات ايفر الشخصيه، تقدري من خلالها جواها تنوعي تاني، يعني ما تفضليش نفس النمط. انا بالنسبه لي انا واخده قرار ان انا طول الوقت لازم اغير. يعني خلاص خلصت الفتره بتاعت انك تتحطي في نمط، لازم كل شويه تعملي حاجه تانية جديده تدهشي بيها يعني الناس ونفسك، وبتكتشفي نفسك كل دور. يعني فلا انا مش مستسلمه، يعني انا مش مستسلمه لفكره ان الناس تفضل حطاني في نمط. بالعكس، انا بدا يتقال لي ايه ده، شفنا الدور ده انت عملتي كده ازاي؟ يعني بدا الناس نفسها المنتجين يقولوا لي كده، ايه ده انت عملتي كذا، هم كانهم مندهشين، بس لانه انت ما عندكش استعداد تغامر وتغير. يعني هم زي 5 6 بيلعبوا ال5 6 ادوار هم في نفس الاعمال. فلا انا واعيه لده ان انا اعمل تغيير. يعني عبير صبري الوحيده اللي مثلت مع نجوم مثيرين للجدل والمشاكل، ورغم هذا سلكتي مع كلهم، وانت الوحيده اللي قدرتي تمثلين مع كل النجوم اللي عليهم جدل وعليهم مشاكل. شلون قدرتي؟ ده سؤال كل الناس، ان اشمعنى انت اللي سالكه معاهم كلهم؟ والله ده سؤال عجبني قوي يا فجر بجد. بصي، هو الإجابة خاصة بشخصيتي. أنا شخص مسالم جدا ومش مشغول بالآخرين خالص خالص. آخر همي إن أنا أتشغل بالناس اللي قدامي، سواء كانوا كويسين أو وحشين أو مثيرين للمشاكل أو الجدل أو وات ايفر. أنا بدخل أي شغل مشغولة بنفسي بس. يعني انا ما بفكرش في ولا حاجة غير انا هعمل ايه، همثل ازاي، هعمل مشاهد حلوة ازاي، هعلم ازاي، هجيب جون ازاي، هيطلع. اكيد عندك قدرة على التعامل معاهم. انا بتعامل مع كل الناس اللي هو ما فيش ما يستدعي لاي صراع. احيانا الناس بيبقى عندها صراع تحاول تنقله لي طول الوقت، انا بعمل حائط صد لا صراع معايا. ويمكن هو ده السيستم في شخصيتي حتى في الواقع. يعني في حياتي انا الشخصيه انا لا صراع مع اي حد. واحيانا بحس ان الناس بتزقني او بتفرض عليا ان انا يعني اخش في دوشه في مشاكل، بس الحقيقه انه انا ممتنعه. بلبل تسالي عبير بقى، وبما انك انت يا بلبل يعني عايشه في الوسط الفني المصري ده من يوم ما اتولدتي وانت عايشه جوه الوسط. صح. عبير صبري تميزتي ان انت تتشكلين، ليش قدره عجيبه ان انت تتشكلين بادوار تتميزين فيها. انا بالنسبه لي عبير صبري مع الشعر الاسود الطويل وطويله فارعه، فيعني حلو ان انت تمثلين بالمسلسلات الخليجيه. طبعا احنا نتشرف. انزين، فهل صارت لك محاوله او انعرض عليك؟ واذا انعرض اتمنى جدا جدا ان انا اشتغل في عمل خليجي او اشارك في عمل خليجي. وانا متابعه للدراما الخليجيه في الفتره الاخيره وشايفه التطورات المهمه جدا اللي حاصله فيها. وبس انا ما تعرضش عليا، يعني يمكن ما شاء الله لانه ممثلات الخليج قادرات على ان هم يعني يقوموا بكل الادوار الحلوه في الاعمال الخليجيه. لكن طبعا اتمنى، واذا تعرض عليا هكون مبسوطه، وكمان يمكن اتعلم شويه لهجه خليجيه يعني ان شاء الله باذن الله. عبير، المعجبين بتحسي ان بيلود عليكي ولا بتبقي مبسوطه ان في معجبين ليكي في كل بلد بتروحيها وان انت معروفه على مستوى العالم العربي؟ اكيد بتبسط، لانه حب الناس او محبه الناس دي يعني حاجه حلوه قوي، وهي بيسموها ايه، يعني رد فعل لكل الشغل الحلو اللي انت بتقدميه للناس، ده بيترجم لحبهم واهتمامهم، فاكيد بكون مبسوطه.
يعني بتتابعيهم، بتردي على جواباتهم على السوشيال ميديا، على الانستجرام، الفيسبوك؟ وانا عرفت ان الفيسبوك بتاعك حد سرقه واتقفل. الفيسبوك بتاعي للاسف اتهاك واتقفل وبنحاول نرجعه، بس لا انا بتواصل طبعا مع كل فولورز او فريندز او يعني كل الناس اللي بتتواصل معايا عن طريق السوشيال ميديا اكيد انا برد عليهم. لا طبعا بالعكس انا بحبهم لانه بيبقوا مع الوقت ومع الاخلاص في انهم يبعتولك ويكلموكي، بتحسي انهم فعلا بقوا اصدقاء ليكي. في واحدة من الفانز شفتها في عرض الفيلم بتاعك، مجنونة عبير صبري، وبتجيلك وبتشوفك وبتزورك، يعني انت بتستقبلي الفانز؟ نور دي بنوته جميله، من يعني يمكن من اهم الناس اللي عامله لي اكونتات باسمي وبتعرض عليها شغلي وبتعمل فيها حاجات كتير حلوه. طبعا انا في حاجه بتحبيها هي لازم هنشتريها، البسكوت اللي باليانسون بيطاردك في كل حته. عبير من المغرمين بيه، يعني عايز تجيب هديه لعبير يبقى هو البسكوت. لا طبعا مش اكيد مش دي الهديه المفضله لعبير، البنتلي طبعا، بس لا انا فعلا بحب بسكوت اليانسون قوي. بس شفتي وراكي اهو، يبقى لازم هناخده. لا عشان نجرب بتاع وده ايه ده؟ كنافه دي ولا ايه؟ دي مفتقه. عبير مش عايز تطخني؟ مفتقه. باي باي باي. أجمل صدفة بتجمعنا بواحد من الفانز بتوع عبير صبري في الكويت، وحقق حلمك وقابل نجمك المفضل. وإحنا النهاردة هو عرف من صفحة أحلى النجوم ومن الانستجرام عندي إن عبير هنا موجودة في الأسواق الكويتية وجالنا، وأنا سعيدة بوجودك. أنا أسعد. أنت من فانز الكويت؟ فانز عبير جامد. عرفت من صفحة أحلى نجوم ولا من من صفحة أحلى نجوم ومن الانستغرام كمان. وعارف الحملة بتاعتي اللي حقق حلمك وقابل نجمك؟ لا والله لسه. عايزة أعرف أنت كان نفسك تقابل عبير ولا قابلتها قبل كده؟ لا أول مرة قابلها، تشرفت بقابلتها. طب يعني إحساسك إيه بقى وأنت بتشوفها النهاردة في الكويت في بلدك وأنت متابع ليها على الصفحات السوشيال ميديا؟ منورت الكويت. تعرفي ناصر من الفانز بتوعك؟ اعرف ناصر من عندي من على الانستجرام، هو دايما بيعمل لي كومنتات حلوه وبيتابع كل اخباري، وساعات مثلا يكون بيتعرض لي عمل فيعمل منه فيديو كده ويبعتهولي فانا ارجع تاني اشيره. فانا لسه كنت بقولك انه انا بتجمعني صداقه حلوه بكل الفانز او المتابعين ليا، لانه مع الوقت بحس انها محبه خالصه، يعني ناس ما تعرفكيش شخصيا بس بتعرفك من اعمالك، من الكلام اللي بتكتبيه لهم، فبتحسي انه لا في حب خالص يعني صادق. عايزه تبوظي الرجيم وعايزه تفطري ايه؟ دي عشان انا يعني ضعيفه جدا قدام السويت وقدام الحلويات الحلوه دي. انا عايزه اعرف ازاي بتحافظي على وزنك وازاي انت محافظه كده وبتحبي الاكل وبتموتي فيه. عبير يعني من اكتر الناس اللي بتحب الاكل واكتر واحده يعني بشوفها بتطبخ كويس جدا وبتاكل الاكل المصري، الملوخيه والفته والرز المعمر. يعني ازاي محافظه على علشان يعني مثلا لما نفسي تروح ان انا اكل الاكل ده او اعمله بتبقى مره بقى وبقيت الاسبوع حرمان يعني وخلاص، ورياضه وامشي كتير وكده فبحافظ، لكن طبعا مفيش احلى من الاكل المصري يعني. ومين اللي علمك الطبخ، ماما ولا انت اجتهاد ولا حبك للاكل؟ لا اجتهاد، انا بحب مش الاكل، انا بحب المطبخ، بحب ادوات المطبخ، بحب فكره ان انا ادخل اعمل اكل بايدي واطلع الاكله حلوه واعزم اصحابي على اكل حلو، يعني انا بحب فكره البيت، تفاصيل البيت، مش الاكل تحديدا، فاهمه؟ لكن يعني مثلا انا ساعات ابقى مسافره اعمل شوبينج حاجات مطبخ، فاهمه؟ من كتر ما انا بحب المطبخ. يعني طبعا
أنا عايزة أقول إن عبير من الناس اللي بتقول أو بتؤمن بالمثل أقرب طريق لقلب جوزك معدته، فعشان كده اتعلمت الطبيخ عشان تكون الأقرب لعريس المستقبل. لا بصي، لا أنا بحس إن الست اللي ما بتعرفش تطبخ أنوثتها ناقصة، بغض النظر عن طريق لقلب الراجل معدته دي. بس أنا بحس إنه ما ينفعش ست تبقى ما بتعرفش تعمل أكل، ما بتعرفش توضب بيتها، ما بتعرفش تخلي بيتها حلو، ما بتعرفش تلبس حلو، يعني دي كلها تفاصيل خاصة بالأنوثة. فأنا بحب كل حاجة فيمينين يعني. دي أول زيارة ليا للكويت. أنا كنت دايما أقول أنا زرت كل أماكن كتير قوي في الوطن العربي، لكن الكويت أنا ما زرتهاش. جت فرصة جميلة قوي إن أنا أجي أحضر الحفل 41 لجريدة الأنباء الكويتية، وهتكرم فيها عن ستات قادرة. مسلسلي الحمد لله لقى نجاح كبير جدا في مصر وفي الوطن العربي. أنا موجودة النهاردة في الكويت، مش عايزة أقول لكم أنا قد إيه مبسوطة. مبسوطة إنه بلد جديدة، ومبسوطة كمان إنه زي ما بوسي قالت لكم إنه عيد ميلادي النهاردة نفس اليوم اللي أنا وصلت فيه الكويت. يا رب إن شاء الله تبقى سنة حلوة عليا، بتمنى إن شاء الله. ومبسوطة إن أنا بتعرف على الكويت في وقت جميل زي ده، في احتفالية حلوة، ويا رب أجي هنا تاني، ومبسوطة قوي.